بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الناس طيبين في مغربنا حبيب، وفي الجزائر الشقيقة خاوة مكيدة، في الوطن العربي والإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجالية العربية والمسلمة في أوروبا، الله يحفظكم ويحفظ وليدكم من كل شر وسوء ومكروه، لنرتب ألسنتنا بذكر الله، والصلاة والسلام على سيد الخلق وخير البرية، حبيبنا قائدنا قدوتنا شفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبة المغاربة والجزائريين، أخوتي الجزائريين والمغاربة، أعطونا اللايكات واشتركوا في هذه القناة، فعلوا الاشتراك والجرس، فهي منكم وإليكم. بارتاجيو المواضيع ديالي وناقشوني، أحبكم في الله. كلمة من القلب. قلت لكم إخوتي المغاربة والجزائريين، لازلت في هذه القناة من المدافعين على صيانة الأخوة المغربية الجزائرية. أجد كثير من الصعوبات، وهناك الصعوبات يعني تتجاوز طاقة الإنسان، فأنا في نهاية المطاف بشر، شأني شأنكم أحس. أخوتي الجزائريين، عندما كنقول دائما نذكركم أن الكلام ديالي اللي يكون قاسي وعنيف أو موجه إلى واحد واحد الفئة قليلة، أبناء فرنسا، التركات الحركيين الذين يسيئون الأدب. مع هذا نستثني هذا الشعب الجزائري تاج فوق رأسي. نختلف، ما كان حتى شي مشكل. لكم ما لكم وعلينا ما علينا، لكم رأيكم ولنا رأينا، لكم موقف ولنا موقف، نتناقش بهدوء باحترام. طبعا لا نختلف في هذا إطلاقا. خصكم تعرفوا أخوتي الجزائريين أن حتى المغاربة هناك من ينتقدون الانتقاد يفوق الأدب والاحترام. هناك من يسب، هناك من يشتم، هناك يعتقد، هناك من يقول أنت ساذج وهو يعتبر نفسه كذا. ليس هذا الأمر هين علينا علينا أن نتعاون في نشر ثقافة الخير. وإذا أردنا أن ننشر ثقافة الخير، أخي المغربي والخليجي، يجب أن نصبر. غادي نصبر على الكلام الفاحش، على الطعن، على السب. في نهاية المطاف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كلامنا وتوجهاتنا لله الواحد الأحد، هو الذي يجازي. إن أخطأنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي من ينبهنا بأخطائنا، لكن لا نتعمد الخطأ ولا نتعمد الإساءة إلى أي أحد، وخاصة أحبتنا في الجزائر الشقيقة. واليوم أحبتي، سقط نظام الأسد في سوريا، ونتمنى تكون هذا الدرس بليغ لنا، ماشي غير للحكام، حتى لنا حنا كشعوب، باش نتضامنوا بعضياتنا. راه تضامن الشعوب العربية والإسلامية صخرة من الصخرات القوية التي تصطدم عليها الدسائس والمؤامرات. الشعوب خصنا نكونوا واحدين، جبهة واحدة موحدة في الآراء والأفكار، وحتى لو اختلفت المواقف لا بأس، لكن لا يمكن أن نعطي لأنفسنا أو نرتهن للانتقام والتباعد والتناحر والتلاسن في بعضنا البعض مع بعضنا البعض. الخلاف ماشي مشكل، راه الخلاف راه كرش وحده تجيب السباغ والدباغ، أبناء خوت وحدين من كرش وحده وتلقى بيناتهم خلاف، فما بالك بين بلدين. لكن نهاية المطاف الإسلام يوحدنا، والأخلاق الإسلامية هي التي تصون هذه المحبة. غادي نرجعو عند خوتي المغاربة اللي بعض مازال ما فهم. أنا كنتكلم مع الشعب. أنت خويا المغربي، الله يكثر خيرك والله ينورك والله يحفظك والله يوفقك ما تتمنى. نعم، اللي كتحس بها اللي كنحس بها أنا، راه ماشي شجر ولا حجر. النظام أساء إلينا من وجهة نظر، نعم أساء. النظام ظلم المغرب، نعم ظلم المغرب لمدة 50 سنة، ويصر ويمعن على إلحاق الضرر بالمغرب، نعم. ولكن ما بيد الله. هل يا أخي المغربي نزيدوا طينة بلة ونزيدوا المسائل
والمشاكل والخلافات تزداد اشتعالا. لا، الفتنة نائمة ملعون يقظة. أنا نقول لك خويا المغربي، وأشيد بك، ما اختلفنا. حسن الثاني رحمه الله يقول لك الربح في الحرب أو الربح في الجرة خاسر. الآن هناك أصوات ولو أنها قليلة في مواقع التواصل الاجتماعي سواء من المغرب أو تدعو إلى الحرب ومتلهفة إلى حرب بين الشقيقين المغرب والجزائر. هذا يقول لك حنا شنو واحد السلع فتاك، وهما يقولوا شنو فتاك. يا حسرتاه ويا أسافتاه. واش راك عارف أخي المغربي ماذا تقول ويا أخي الجزائري تقول؟ هذاك الذي ستقاتله أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيرضيك أن نتقاتل في بعض، نتسابوا نديروا اللي نديروا، ولكن خط أحمر لا للحرب بين المغرب والجزائر. الحرب ماشي سهلة أخوتي. شوفوا اللي وقع في اليمن، سوريا، واللي وقع في كثير من الدول العربية يؤلم ويدمي القلب قبل الله. رغم ما كان خويا المغربي صعب، لأن الجزائري أخوك شئت أم أبيت. خلاف مع النظام ما نخلطوش مع العلاقات الأخوية بين الشعبين. ونفس القول أقوله للأخي الجزائري. واش راك عارف أخويا الجزائري واش تقول؟ تمشي وانت فرحان بحال اللي راك غادي تحارب كافر. وللأسف الخطير، قلت لك أخي الجزائر مسائل خطيرة. مشات بعض التافهين المسخين المرخص كما تقولوا، قال لك لكم دينكم ولا ديني، وصلت به الوقاحة التافه واحد الإنسان واش كفر أمه. المعنى نتاع واحد الحديث تاع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك واحد إلا قال لواحد كافر فقد باء أحدهم بها. إلا قلت لواحد أنت كافر راه واحد ولا كافر، ما كان هذه ولا دي. مالك تكفر 36 مليون مغربي؟ هذه الوقاحة. احنا عندنا خلاف، عندنا مؤاخذة عن النظام الجزائري، ونقولها بغضب ونقولها بالفم المليان في النهار القار، ولكن لا نحقد على النظام الجزائري. ودائما ندعو الله سبحانه وتعالى لنا وله الهداية. الله يهديه. واش غادي يدير؟ لا خصنا نطلقوا العنان، خصنا أكثر من هذا الشيء؟ لا، هذا هو السقف الذي لا يمكن أن نتعداه، وهو خط أحمر لا للمغاربة ولا للجزائر. نهاية المطاف نحن إخوة. درس بالغ ما جرى في غزة وما جرى في سوريا وما يجري في العالم درس، لأن نعود إلى جادة الصواب، فنبني مستقبل لبلدينا، مستقبل زاهر، بإعادة العلاقات الفورية والآن قبل الغد بين المغرب والجزائر، ونتصالح، نتصافح، نتسامح، ويمكن أن نتجاوز جميع الخلافات. ما تقوليش هناك خلافات عميقة، ممكن أن نتجاوزها عندما تكون النية صافية والإرادة السياسية لكلا الطرفين. لكن لا هذه ولا ديك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المغرب والجزائر لإيجاد الحلول العاجلة بينهما، ويعيدون العلاقات بينهما ويتصافحا ويتسامحا. وأسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظ المغرب والجزائر من كل المكائد ومن المؤامرات وسائر بلاد المسلمين العرب والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.